السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال. النهارده مع بعض هناخد النون. يعني ايه؟ يعني الاسم. بيكون اسم شخص، اسم شيء، اسم مكان. مثلا علي، احمد، سكول. مثلا كايرو، ايجيبت. كل ده اسمه نون. نون دول انواع. اول نوع منه اسمه بروبر نون. يعني ايه؟ يعني اسم علم. يعني لما بقوله بكون قصده بشيء او شخص معين. بكتبه كابيتال. يعني لما اقول علي او ايجيبت، ديت اسمها اسم علم. ليه؟ هي اول حاجه كتبت بي. هو اسم علم، اللي هو اسم علم وكتبت بي كابيتال. الاسم التاني اللي هو common. يعني ايه؟ يعني اسم عام. بقوله مقصودش بيه شيء. يعني مثلا لما اقول مان، رجل، انا ما اقصدش ان هو رجل مثلا. محددتش حاجة معينة. اي رجل في الدنيا يبقى هو هنا اسمه common noun man. لما اقول مثلا سكول، محددتش، انا قلت سكول وطبعا انا كتبتها ب سمول مش كابيتال. يبقى البروبر دوت اسم علم. بقوله بيكون حاجة معروفة، بيكون مثلا اللي هو بيكتب بكابيتال لتر، وبتكون حاجة معرفة. حاجة انا بقولها فبتكون حاجة مش شائعة، حاجة محددة. عكس كومن. كومن ده بيكون اسم حاجة شائعة. يعني مثلا سكول، في مدارس كتير قوي، انا ما قصدتش مدرسة واحدة، يبقى هنا كومن. طبعا في انواع كتير، زي مثلا نوع اللي هو نوع مثلا زي abstract. يعني ايه abstract؟ ده اللي هو اسم معنوي. يعني ايه اسم معنوي؟ يعني حاجة انا ما بقدرش لا اشوفها ولا المسها ولا اي حاجة. حاجة معنوية، لا بتتشاف ولا بتتحس ولا اي حاجة. زي مثلا لما اقول ايه respect، الاحترام. الاحترام ده نوع من انواع abstract. ليه؟ لان هو الاحترام لا بمسكه ولا بشوفه هو حاجة معنوية. abstract معاها concrete. كون كونكريت دي اللي هو زي مثلا ايه، حاجة بعرف امسكها، حاجة بعرف المسها، حاجة بشوفها. زي مثلا ما اقول ايه، زي ما اقول مان، انا بقدر ان انا اشوف الرجل. لما اقول مثلا سكول، دي كونكريت، حاجة معنوية. إيه، حاجة مادية. اقصد ان انا بعرف امسكها بايدي. يبقى بصوا احنا عندنا، هو بصوا هو كومن المقابل لايه؟ بروبر. والابستراكت مقابل كونكراكت. يعني هما نوع ونوع، واحد مادي واحد معنوي، واحد عام واحد علم، واحد التاني شائع. خش على النوع التاني اللي هو عندنا بقى اللي هو ايه. عندنا مثلا مين نوع من انواع الاسم اللي هي كومباوند. يعني ايه؟ يعني اسم مركب. يعني ايه؟ يعني هو مش اسم واحد، هما اسمين مع بعض. ممكن يكون اللي هو ممكن يكون اسم بينهم فاصلة، تمام، وممكن يكون اسمين لازقين في بعض عادي. يعني مش شرط ان الكمباوند يكون مثلا اسم واسم وبينهم شرط، لا، ممكن يكونوا اسمين لازقين في بعض من غير اي حاجة. زي مثلا ما اقول ايه، مثلا ما اقول ايه يا شباب، نيوز بيبر مثلا. طبعا هي المفروض ان هي بتتكتب كده، مفيش فرق هنا، تمام. فهي هنا
نيوز دي كلمة ودي كلمة، اللي هي نيوز بيبر دي كلمة. فهما الاتنين انا سميتهم كومباوند ليه؟ ان هما الاتنين متركبين في هنا كومباوند. تمام. عندنا نوع اسمه ان كون. يعني ايه؟ يعني اسم لا يعد. يعني مثلا ما بعرفش اعده، ما بقولش 1 2 3، ما بقولش نص، ما بقولش ربع، ما بقولش مثلا ان هو في منه. يعني مثلا ما بعرفش اعد، زي مثلا ما اقول ووتر، ما بقولش مثلا نقطة مية، نقطتين مية، انا بقول ووتر. incountable اللي هو اسم لا يعد، زي مثلا information. اسم لا يعد، اسم هو دايما الاسم لا يعد معلومة. يعني الاسم الذي لا يعد دائما مفرد، ما بيبقاش جمع ابدا. طبعا information دي ما بقولش معلومة ومعلومتين وكده، يبقى information من النوع اللي هو incountable. إيه طبعا عندنا نوع اللي هو singular اللي هو المفرد. singular ثواني، لما اقول مثلا بوك، بعرف اعد البوك. ايوه طبعا بوك يعني اسم مفرد، اللي هو اسم مفرد اللي هو بير. ثواني، دي مفرد ودي جمع. مفرد يعني بعرف اجمعه، بيكون بقى اللي هو جمع شاذ او بحط له اس. فهو هنا singular بوك، ممكن اجمعه بوكس واقول عليه ان هو اسم مفرد وله اللي هو اسم مفرد ويعد. يبقى احنا خدنا هنا proper noun اسم العلم، اللي هو بيكون بيبدأ بحرف كابيتال، وبيكون البروبر بيكون بيبدأ بحرف كابيتال، وبيكون حاجة انا قصده بيها شيء معين، بتكلم عن حاجة معينة. كومن اللي هو بيكون حاجة كتير شائعة يعني. الكومن دي ممكن تاخد اسم كونكراكت اللي هو حاجة بعرف امسكها، حاجة بعرف المسها، حاجة بعرف اتعامل معاها. عندنا نوع اسمه abstract noun اللي هو النوع اللي هو اسمه معنوي، اللي هو respect love. الحاجات دي اللي هي حاجات معنوية ما بعرفش امسكها بايدي، ما بعرفش المسها. countable noun يعني اسمه يعد، يعني ليه مفرد وجمع، ياخد is و are، ياخد was و were. تمام. عندنا قلنا السنجلر اللي هو مفرد، ابقى عارف امتى ان هو ان هو مفرد لو عرفت اجمعه يبقى هو هنا سنجلر وله جمع عادي. طب ممكن يا مس مان النوع الواحد يكون له اكتر من نوع؟ يعني مثلا لما اقول مثلا إيه لما اقول مثلا ممكن يكون الاسم الواحد له اكتر من نوع. يعني مثلا لما اقول انا عايزه لما اقول مثلا مان ديت ممكن تكون common، ممكن تكون contract، ممكن تكون singular، وممكن تكون plural. يعني اكتر من نوع. عرفت اخليها اسم شائع اللي هو اي رجل ما اقصدش بيه حاجه معينه، عرفت اخليه مفرد وعرفت اجمعه. بس طبعا مان تتجمع بكده، دي جمع مان اللي هو رجل. عندنا نوع الشباب اسمه collective اللي هو ده اللي هو اسم جمعي. زي مثلا لما اقول تيم هنا اكتر من شخص، ما اقصدش بيه حاجة، يعني ما اقصدش بيه واحد بس، انا اقصد بيه ان هو مجموعة من الناس. تيم دوت اكتر من واحد، بس انا ركبت عليه ان هو تيم. زي مثلا لما اقول فاميلي دي اسم اللي هو مثلا في اكتر من شخص سمعته اللي هو مثلا بقول حاجة مجمعة وطلقت عليها اسم واحد. طبعا هنا ممكن بستخدمها، ممكن استخدمها كاسم، ك
كاسم مفرد وكاسم جمع، على حسب ايه؟ على حسب انا بتكلم على واحد ولا على مجموعة. آه بصوا يا شباب، حالات الاسم اللي هو ممكن تيجي، ممكن تيجي مثلا السبجكت اللي هي فاعل الجملة، ممكن تيجي object، ممكن تيجي بوزيتيف. فاهمين؟ يعني حالات الاسم ممكن يكون مثلا هي ببدأ بالجملة، زي مثلا لما اقول احمد هيلبس فوتبول. فاهمين؟ object مثلا اللي هو لما بيقول مثلا ايه، لما اقول علي give احمد بريزونت مثلا. عملت ايه هنا؟ انا جبت هنا طبعا هنا فاعل السبجكت اهيت، طبعا دي اسم اهيت، واحمد هنا اوبجكت تمام، اللي هو ضمير مفعول، اللي هو سوري، اللي هو جه اسم مكان المفعول. فاهمين الفكرة؟ ان انا بقول ان هو حالات الاسم ممكن تيجي في السبجكت اهيت، وممكن تيجي في الاوبجكت اهي. تمام؟ بس يعني دي حالات الاسم.